أبوك مات ودفنته، وأخوك مش من البشر، والورث مش هتاخد منه حاجة. أنا بشتغل في اسكندرية. أنا أصلا من الصعيد، من قرية بسيطة. أمي ماتت من زمان. معلش، نسيت أعرفكم بنفسي. أنا سيف. أبويا عايش لوحده عشان ماليش إخوات. علاقتي بأبويا كانت تقريبا مقطوعة بسبب شغله. أبويا بيشتغل دجال، أو زي ما بتقولوا ساحر. في يوم كنت في الشغل، جالي تليفون: انزل بسرعة، أبوك مات. وانا واقف باخد عزا ابويا، كان في شاب بيبصلي كتير كأنه يعرفني، وكل ما يبصلي احس بخنقة وحزن اكتر من حزن على موت ابويا. بعد ما خلصت رجعت البيت عشان ارتاح، وقررت اقعد كام يوم عشان اشوف هعمل ايه في الورث. دخلت نمت، وحوالي الساعة 2:30 بالليل الباب خبط. يا ترى مين اللي جاي لي دلوقتي؟ بفتح الباب، لقيت نفس الشاب اللي كان بيبصلي في العزا، وعلى وشه ابتسامة صفرة ونظراته مش مريحة. انت مين وعايز ايه؟ مردش عليا ودخل البيت وقال لي: كنت بتحبه؟ هو مين؟ أبوك. انت مالك؟ كنت بحبه ولا لا؟ انت تعرفني؟ أعرفك؟ أنا أخوك يا سيف، ومش بس أخوك، أنا أخوك الكبير كمان. ضحكته المرعبة خلعت قلبي من مكانه. انت بتخرف بتقول ايه؟ زي ما سمعت، ابوك اتجوز ملكة من ملوك الجان، بس خد عليها عهد ان الموضوع يفضل سر، وانا ابن الجوازة دي. وهو مات خلاص، والعهد انتهى. ما استحملتش كلام، مسكته عشان اطلعه برا البيت. زقني، طرت في الهوا، اتخبطت في الحيط، اتحول لكائن مرعب، وقرب مني وقال لي: اسمع يا اخويا، انا ما عنديش وقت اضيعه معاك. ابوك مات وانت دفنته، مفيش ورث، مفيش بيت. البيت ده حقي انا، وانا اللي هعيش فيه، وانت تمشي من هنا يا اما هتموت. قلت له: انا مش همشي، انا مش هسيب حقي. صرخ صرخة مرعبة، اغمى عليا. فتحت عيني، لقيتني ملفوف في كفن. انا في القبر. لا!